السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جيتكم مع فيديو جديد، فيديو تاع خبز الشاورما ولا خبز تاع لي ساندويتش. يجي بزاف ساهل. تبعوا معايا راح يعجبكم. انا هنا راني درت 2 كيسان تاع ماء دافي، عندي مغرف تاع خميره الخبز، عندي ملعقه تاع سكر. انا نخلطهم مليح ونضيف لهم 2 ملاعق تاع زيت. هنا للامانه هنا راني درت ملعقه صغيره تاع خل. ديجا هنا هي ما خرجتليش في الفيديو، راني ضفت هنا ملعقه تاع خل. هنا لازم تزيدوها باش يخرج الخبز تاعكم ناجح. اي خل ابيض ولا العادي. انا نخلطهم مليح، نخلطهم مليح ونخليهم يتفاعلوا. بعد ما تتفاعل الخميره تاعي كيما راكم تشوفوا، نحاول نخلطها، نحي هذاك الخمور تاعها. هنا راني ضفت لها ملعقه صغيره تاع ملح. هنا الملح على حسب العجينه تاعكم، ذوقوها ديروا شوفوا. هنايا راني نضيف في الفارينه غير بشويه. هنا العجينه تاعنا راح تكون مليحه، ما تكونش يابسه وما تكونش مطلوقه بزاف، تكون العجينه متماسكه. نخلطهم كما راكم تشوفوا حتى تتلم العجينه تاعي. الخبز هذا يجي ما شاء الله احسن ديريه لوليداتك خير من تاع برا، مام يخرج لك كميه لاباس بيها، وحاجه نقيه، حاجه تاع الدار ديما تكون نقيه. هنا نحاول نلم العجينه تاعي غير بشويه كيما راكم تشوفوا. هنا لا فيديو راني مسرعاته شويه باش ما يجيش طويل وما يجيش ممل. هنا نلم العجينه كيما راكم تشوفوا، هذا هو القوام تاع العجينه تاعي. هنا نحاول نلمها كيما هكا وندلكها حوالي 3 دقائق ولا 4 دقائق، حتى تشوفوا العجينه تاعكم شدت روحها وراهي رطبه. انا هنا العجينه تاعي ديجا راني دلكتها. هنا لازم اللي تخاف العجينه تلصق لها تستعمل الفارينه، تعاون روحها بالفارينه. هذا هو القوام تاع العجينه، ما تجيش يابسه وما تجيش طريه بزاف كيما هكا. هنايا راني دلكتها. هنا نحط حطوا بلا شكلوها كريات. هنا الحجم تاع الكريه على حساب المقله اللي راح تطيبوا فيها، لا كانت صغيره صغروهم ولا كانت كبيره كبروا الحبات. هنايا قبل ما تطيبوهم شكلوهم كريات، شكلهم كريات كيما راكم تشوفوا باستعمال الفارينه. وخلوهم يخمروا، نخلوهم هنايا يريحوا، ماشي يخمروا كيما المطلوع، ولا نخلوهم حوالي 10 دقائق ولا من بيد ما تسخن لك المقله تاعك وبداي طيبي فيهم، ما راحش يخمروا كيما الخبز كيما المطلوع. هنا خرجت لي كميه ما شاء الله لا باس بها، غير ب2 كيسان تاع ماء. هنايا هنا راني درت المقله تاعي تسخن ونبدا نفتح في العجينه. هنا نخدم بالفارينه، لازم تخدموا بها باش ما تلصق لكمش كيما راكم تشوفوا. نفتحها مليح شكل دائري، نديروها رقيقه بحوالي 1 سنتيمتر باش تجيكم خفيفه من الداخل وتجيكم فارغه. هنا كاين اللي يحب يفتح يفتح الخبز هذا ويدير ساندويتش، كاين اللي يحب يدير الساندويتش كيما هكا كيما هكا ويطبقوا يجي ثاني كشباب. هذا هو الشكل تاع خبز الشاورما. هنايا للامانه هنايا باش تنجح لكم، انا هنا من حطيت الخبز تاعي كيما راكم تشوفوا غير دار هذه الفقاعات، حاولوا تقلبوها فم باش تطلع لكم الخبزه تجي ما شاء الله وتجيكم فارغه من الداخل. ما تخلوهاش طيب باش تقلبوها، غير تحطوها قلبوها باش تجيكم الخبز تاعكم يجي فارغ من الداخل ويجيكم ما شاء الله كيما راكم تشوفوا جا ما شاء الله. هذا هو الشكل تاع الخبز تاعي. من تشوفوه حمار قلبوه، كملوا ما طيبوش بزاف، لانه من ديروا الساندويتش راح تعاودوا ديروهم في المقله ولا في البانيني. ان شاء الله يعجبكم الخبز تاع الشاورما. جربوه لوليداتكم، ونقول لكم ما تنساوناش من اللايك والاشتراك اذا عجبكم لا فيديو.